هعمل معاكم النهاردة السمك الماكريل او السمك الروسي. زي ما انتوا شايفين كده هنضفه وهغسله وبعدين هرجع اوريهولكم عامل ازاي. دلوقتي اهوت نضفته وغسلته وبقى زي الفل. شايفين بقى عامل ازاي، بطنه بقت زي الفل ما شاء الله. ادي اهي، ولقيت فيه بطروخ كمان اهو. تمام، هبدأ بقى ان انا احضر الحاجة اللي هحطها معايا في الصينية واوريها لكم حطيت ايه. دلوقتي هقطع ده، هقطعه كده وبعدين ارجع لكم. هنا قطعت في الصينية ايه، شرايح طماطم وشرايح من البصل زي ما انتوا شايفين كده، كمية ما شاء الله، يبقى طعمه تحفة مع السمك كده في الفرن. وادي السمك قطعته، هبدأ ان انا احشي بقى التمليحة بتاعته، ومع البقدونس او الكزبرة هحشي بقى ايه السمك كله بالطريقة دي، وهرصه على الطماطم والبصل ما شاء الله. حشيته كله اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا ادخله الفرن. تمام، نحط شرايح من الليمون مع طبعا الطماطم والبصل، رشيت عليهم شوية ملح وفلفل اسود من تحت، وبعدين رصيت عليهم بقى السمك. طبعا لما يخش الفرن السمك هينزل صوص عليه، هيبقى طعمه تحفة. دخلنا الفرن وطلع زي ما انتوا شايفين، الريحة خطيرة ما شاء الله، تحفة يا جماعة. جربوه بالطريقة دي وتاكلوه مع الرز الابيض او تاكلوه بالعيش زي ما انتوا تحبوا، مع الطماطم والبصل ما شاء الله بيبقى طعمه تحفة بالطريقة ديت. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة.